استنى قبل ما نبدأ كده عايز أسألك سؤال. هو أنت مستني إيه من الناس؟ حضن، طبطبة، كلمة حلوة؟ طيب لما الناس تختفي من حواليك بتعمل إيه؟ بتنهار وبتزعل ولا بتفوق لنفسك وبتقول أنا كنت هبل؟ الدرس الأول اللي هتتعلمه في جامعة الحياة: محدش بيبقى لحد يا صاحبي. خليك معلم وافهم اللعبة. الحقيقة المرة: كل واحد في الدنيا ديت بيحب نفسه أكتر منك، حتى لو قالك بموت فيه ويكتب لك بوست على الفيس ووردتين وقلبين. الناس عندهم لاف ستايل كده: لما يبقوا محتاجينك تبقى حبيب قلبي وكفاءة كمان، ولما المصلحة تخلص معلش يا صاحبي أصل أنا مشغول اليومين دول. يعني ببساطة الناس ماشية بمبدأ اللي تكسبه العبه. امشي لوحدك بس امشي مستقيم. أنا مش بقولك تبقى انطوائي ولا تقعد في الأوضة بتاعتك وتطفي النور وتقعد تتكلم مع الحيطة، لأ خالص، بس لازم تعرف إن دعمك الأساسي هو عقلك وقلبك وظهرك، مش صاحبك خالص. أصل أنت لما تقع مفيش صاحب هيجي ينقذك، هتلاقيهم كلهم مشغولين. عارف لما تبقى في مشكلة وحوار وتتصل بصاحبك اللي أنت كنت فاكره أخوك وتلاقيه بيرد عليك بعد 3 أيام ويقول لك يا لهوي أنا ما خدتش بالي من الرنة بتاعتك، طب قُل لي بس أنت عامل إيه دلوقتي؟ كلمتين حلوين ويقول لك يالّا مع السلامة. ده بيأكد لك الجملة العظيمة اللي أنا هاقولها لك دلوقتي: ما حدش بيبقى لحد، فخلّيك أنت بقى لروحك السند والضهر. في ناس لمّا تبقى محتاجة لك ومحتاجة حاجة منك تبعت لك وتقول لك يا حبيبي أنا عايزة أشوفك، عاوزة أقعد معاك شوية، بس أنت بقى لمّا تبعت له عشان أنت محتاج له بتلاقي الرسالة واقفة على السين من أيام الدولة الفاطمية. في صاحب يقعد يزن عليك ويقول لك أنت اختفيت ليه يا نجم؟ طيب أنا كنت موجود ولمّا وقعت أنت ما سألتش فيّا، فينك أنت بقى لمّا أنا كنت محتاج لك؟ كان عندك مشكلة في الشبكة مثلًا والّا كنت في كهف في دهب؟ كل مرة بتتعلق بحد تلاقي الدنيا بتقول لك حظ أوفر المرة القادمة. الناس مش ثابتة، مش دايمًا موجودين، ومش دايمًا برضك نيتهم صافية. الناس بتدخل حياتك زي إعلانات اليوتيوب، بتقطع وتعدي وتسيب لك سؤال واحد بس: إيه اللي خلاني أصدقهم؟ العشرة عمرها ما كانت ضمان. في ناس عشنا معاهم كتير أوي بس أول لما احتاجنا لهم اختفوا. بيختفوا أكتر من المرتب بتاعك بيختفى. في ناس تلاقيها بتحلف لك بالعشرة وهي تلاقيها من ورا ظهرك بتبيعك. اتعلم تخرج لوحدك وتشرب قهوتك لوحدك وانت مبسوط. اتعلم تعيط وانت ساكت وتقوم تكمل حياتك عادي. اتعلم كمان تقول انا جامد لوحدي حتى لو الدنيا كلها سابتك. لما تكون لنفسك كل حاجة ساعتها عمرك ما هتتكسر. اقعد قول لنفسك انا هبقى لوحدي، انا اللي هشيل نفسي. عارف اللي بيقول لك انا دايما في ظهرك ده غالبا واقف فعلا في ظهرك بس مستني لك أي غلطة أو أي حوار عشان يزقك. فبلاش تسند على الناس عشان الناس ديت عاملة زي عمود النور اللي موجود في شارع ضلمة. خليك لنفسك كل حاجة: الصاحب والسند والونس. بلاش تعلق سعادتك بحد تاني. اللي يسيبك قوله مع السلامة. لما تبقى لنفسك كل حاجة عمرك ما هتتكسر ومش هتستنى حد يخرجك من المود الوحش بتاعك. مش هتخاف من الوحدة عشان انت هتبقى أجدع صاحب لنفسك. لو كل اللي حواليك مشوا افتكر اللي انت لسه واقف على رجلك وقول معايا: محدش هيبقى لحد، انا هبقى لنفسي كل حاجة.